تجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار بمركز مدينة القليعة. بداية هذا التجمهر عرف مجموعة من التجاوزات والانفلاتات الغير قانونية من طرف المتجمهرين الذين كانوا أغلبهم من القاصرين المدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحجارة، حيث عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة للساكنة وكذا حافلة لنقل المسافرين، كما ألحقوا الخسائر بواجهة مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام، وقاموا بقطع الطريق العمومي في وجه مستعمليه بواسطة حاويات النفايات. بعد ذلك تعالت النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص. وفي إطار المحافظة على الأمن والنظام العامي تم تشكيل نظام للحماية بالمركز وجنباته نظرا لتوفر المركز على مستودع الأسلحة والذخيرة الحية على أنواعها. هذا وقام المتجمهرون بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية والباب الرئيسي للمركز، حيث تم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المتجمهرين عاودوا إضرام النار بالرغم من إطفائها، وهو ما نتج عنه تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة جراء تعرض مجموعة من المعدات للإتلاف، من ضمنها كاميرا المراقبة المثبتة ببوابة المركز، فيما تعرض الباب الرئيسي للتخريب وتجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبح عليها المركز آنذاك.